الروح الأخوية التي تنبعث من روح سيدنا المسيح عليه السلام، نقيم أمسيتنا هذه تبرعاً منا لنادي المحبة لنساء مارلياس بكل محبة وعطاء. نلقاكم ونقدم لكم ما لذ من طيب الكلمات والألحان، راجين أن تستمتعوا معنا في كل لحظة. بهذه الروح الأخوية الصادقة سأقرأ قصيدتي. اصنع جميلاً، اصنع جميلاً للأنام ترى الهنا، إن الفعال إلى ذويها ترجع، وابذل جهوداً في محبة خالق، لا بد للأصداء يوماً تسمع. أحبب لغيرك ما تراه بلائق، واتبع خصالاً بالمكارم تزرع، واحذر من النيات سوءاً أو أذى، لو قستها يوماً لنفسك توجع. لا تسعى في غي وتحقر ناقصاً، إذ ربما يوم القيامة يرفع. وارقب محاسنه بحلم صادق، وابقى كما النور لبعد يسطع. وارحم عباداً لا تنادي ذلهم، كن راضعاً للظلم فهو الأبشع. لو تنظر الأنفاس في هذا الورى لتراقب الحصاد فيما يجمع، تنتابك الخيبات في عجب ترى ما يقضي بالعينين مما يخشع. هذا الذي يبدو عفيفاً ناصحاً يغدو كما الثعبان سماً يلسع، ذاك الذي ساءت ظنون نحوه نلقاه عند الحشر خلاً يشفع. اصبر على مر الحياة فحلوها يأتيك بعد الضيق نهراً يذرع، واضحك لعثرات الزمان كساخر، وافرد لها الجنحين حتى تجمع. وادفع بها للمهملات مجاهداً، قل يا زماني إن نفسي أنفع. لا خير في روح تعانق خصمها وتداس في ذل الشقاء وتركع. أتمنىكم أمسية رائعة.